اكرم توفيق كان واخد تعليمات النهارده من كولر ان هو لما يتقدم يقف في المكان ده وما يتقدمش تاني. محمد عبد الله نفس الكلام، يا اما يخش في العمق يا اما ينزل لتحت، وبيوصلوا رساله لبنتايج معلش احنا عايزين المكان اللي وراك ده فاضي. جراديشار بقى بيتحرك بالعرض في المنطقه اللي ورا بنتايج. امام عاشور بيتحرك في المنطقه اللي ما بين خط دفاع نادي الزمالك وما بين خط النص. بصراحه كان واخد راحته قوي. عيب مروان ان هو ما بيعرفش يلعب الكره لقدام، الزرار تقريبا بايظ بتاع قدام، فبيلعب الكره دايما بالعرض، فبينجده دايما احمد رضا. امام بقى اللي بيشوف عبد الله في المكان الفاضي فبيلعبها له. هنا بقى اول مره هينجحوا ان هم يلعبوا في المساحه اللي ورا بنتايج. زي ما احنا شايفين جراديشار بيطلب الكره من محمد عبد الله. حسين الشحات هيبدا يتحرك في ناحيه الست يارده مستني العرضيه من جراديشار، وهنا بيصيروا بيقول لهم الراجل اللي على البعيده قصده حسين الشحات. الونش هنا هيغلط غلطه بتتكرر في الماتش اكتر من مره منه، ان هو هيقف ويسيب جراديشار يكمل وما يكملش معاه. جراديشار بقى هيروح براحته ويرفع عينيه ويشوف زميله فين وهيبدا يلعب بالكره بالعرض، لكن المره دي عواد هيطلع ياخدها. وهنا لما اوريك اللعبه من الزاويه دي هتفتكر ان دي كره الهدف الاول، لكن لا، هي نفس الكره اللي انت لسه شايفها، بس اوريك الغلطه اللي بيسرح فيها حسام عبد المجيد والونش ويسيبوا اللعيب يطلع من وراهم عادي ويلعب الكره بالعرض. والكره دي كمان مش اعاده للكره الاولانيه، لا دي كره تانية مختلفه خالص. اكرم توفيق هيقف في المكان اللي احنا قلنا عليه. محمد عبد الله يبدا ينزل لتحت عشان يخلي بنتايج ينشغل باكرم اللي مش هيتقدم، وبكده يبقى في مساحه للعب ورا بنتايج. خد بالك بقى من تحركات جراديشار، بس بقى مروان مش هيشوفه لان زي ما اتفقنا كده الزرار اللي قدام لمروان بايظ عنده. احمد رضا بقى بيعمل اسكان عشان عارف ان مروان هيبصيله، وطبعا هيشوف جراديشار اللي بيغطي نفسه من الاوفسايد عشان يلعبها له في المكان الفاضي. بس المره دي بقى هتبوظ عشان الونش يكمل مع جراديشار، بس هما مش هيزهقوا وهيلعبوها تاني وتالت. بس المره دي امام هيلعبها على المتغطي لجراديشار في المكان الفاضي. وعايزك تبص هنا على موقع بن شرقي، وهنا عايز اعرف الونش ليه ما كملش مع جراديشار في الكره دي، لان المفروض الونش كان كمل مع جراديشار، لان مفيش اي اوبشن تاني لجراديشار ان هو يلعب الكوره، لانه لما تراجع فتح له السكه، واشرف بن شرقي فهم القصه وبدا ينطلق، لان عمر جابر ما استوعبش ان اشرف بن شرقي عداه وخد المسافه دي كلها في وقت قصير. ونفس اللعبه جراديشار بالعرض واللي يقابل. كان معاكم محمد حتوب.